السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اليوم حبيت أشارك معاكم الخبز بالحبة الكاملة اللي هو القمح مطحون أنا طحنته بالإيد على إيدي في المطحنة. عندي هنا كوبين من الدقيق الحبة الكاملة مطحون جيدا، وعندي نص كوب من الدخن ونص كوب من الشعير طبعا مطحونين بالإيد. الدخن اللي هو اللان بالمغربي. حطيت هنا الملح في الجنب، وحطيت ملعقتين من زيت زيتون وملعقة عسل. وهنا أنا فعلت الخميرة زي ما بعمل كل مرة. طبعا حطيت شوية مية مع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وشوية عسل، وخليتهم تفاعلوا كده خمروا عشان نعرف الخميرة هتكون كويسة. ونخلط بالتدريج، نحط المية على حسب الحاجة. طبعا الدقيق القمح بياخد مية تقريبا، كل كوب بياخد تقريبا كوب إلا شوي. فبنخلط جيدا. طبعا احنا مش هنعجن كتير، هنعجن بس نلم العجينة ونعجنها يعني عجنة خفيفة كده عشان تتماسك الحبة كلها مع بعض. وطبعا بنضل ندلك بالطريقة دي، يعني دلكة خفيفة حتى تنسجم العجينة طبعا معانا. ونزود المية، طبعا العجينة تكون شوية خفيفة، مش يعني مش ناشفة. أنا بفضل أعجن بالإيد عشان الإيد كده يعني بتدي تفاعل كويس مع العجين. وطبعا يعني بيقولوا إنه العجينة بالإيد بتدي كده بركة وهرمونات كويسين عشان العجينة. الله أعلم، دي معلومة أنا بس حبيت أشاركها معاكم. هنا أضفت ملعقة كبيرة من الخل. احنا عندنا مثل في المغرب يقول لك زدنا الخل على الخميرة عشان يتخمر بسرعة. فزي ما بتشوفوا كده صارت معانا كده رخوة وخفيفة جدا العجينة، جدا شكلها حلو لما بتكونوا بتعجنوها ملسة وكده، بتديكي طاقة حلوة وانت بتعجني. نخلط. طبعا أنا بقول النصائح دي للأولاد وبنات. عندنا بناتنا في يعني مغتربات، وأولادنا الله يحفظهم وييسر أمرهم إن شاء الله. ونعجن ونغطيها ونخليها ترتاح. لما اختمرت كده وارتفعت معانا، بنفضي الهواء كده من العجينة ونلمها كويس. وبعد كده هنشكل كويرات. طبعا احنا بنجيب بولة كده ونحط فيها مية، وبنصير نحط ايدينا في المية ونقسم العجينة زي كده ما بتشوفوا. يعني نحاول نفضي. وانا اخدت منها كده شوية عشان انا شايفة انه هيكون كتير على المول ده. انا اول مرة استخدمه، بس ان شاء الله انا شايفة انه لما تعملوا نفس الكمية دي، يعني تقريبا 3 أكواب هيجوا كويسين في المول ده، يدوب هيجي تمام. انا كنت فاكرة انه هي يعني هتنتفخ وتصير اكتر، بس عشان الشعير والدخن ما بيرتفعوش كتير، فاعملوا نفس الكمية في المول يدوب هتجيكم تمام. فقسمتها على 4 قطع كده، عملتها كرات وانا بدهنها بالطحين، وبنحطهم قربين من بعض عشان بعدين هيصير عجينة واحدة. ما تخافوش، يعني مش هيحصل معاهم حاجة. والتانيين شكلتهم على 2. طبعا هنعمل منهم شكل خبز البطبوط أو زي الرغيف البلدي المصري. وبعدين بوريكم إنه أنا بشكل الخبز التاني ده وأحطه في جنب بالطريقة دي. بنحط بس شوية دقيق من الوش، والدقيق اللي احنا طبعا عجلنا بيه بنعمل بيه نفس الطريقة. وهنا لما جهزت كل حاجة، بحط ايدي في المية وبحطها هنا. وهنا عملت تشكيلة من شوية سمسم، بذور الكتان وسمسم. بس انا حطيت فيه البذور دول بس، ما عملتش بذور كتير. غطيته وخليته يختمر طبعا. وبنجيب عود خشبي لما نحب نحطه يستوي عشان ما يتكسرش من الجوانب ويجينا شكله مش كويس. لازم وضروري انكم تنفسوه كده اي عود خشبي بتحطوه في مية، وبعدين تخشوه تحطوه في النص كده فتعملوا ثقب. وبوريكم هنا البطبوط. انا يعني القطعتين دول اللي انا سويتهم سووا معايا. وبوريكم ان خرجته حطيته غطيته يعني 10 دقائق بعد ما خرجته من الفرن. ما تخافوش منه، مش هيعرق ولا يحصل له شيء. حطيته غطيته
وهنا باورّيكم إنه أنا ما عنديش السكين المشرشر ده اللي بيقطّع بيه الخبز، فأول مرّة بدأت أقطّع بدأ يعني مش كويس، خلّيته لمّا برد، طبعًا خلّيته مغطّي وارتاح لمّا برد كده خالص يعني برد نهائيًا، بعدين بدأت أقطّعه، ما شاء الله شكله رائع جدًا مثل الtoast اللي إحنا بناخده، ومذاق وريحة وطعم جدًا لذيذ، إن شاء الله تجربوه يعجبكم، وأشوفكم في وصفات جديدة، في أمان الله.